على أنقاض فنار الإسكندرية، إحدى عجائب العالم القديم، وعلى الطرف الشرقي لجزيرة فاروس، بنيت كحصن واحدة من أهم القلاع الحربية في تاريخ مصر المملوكي. مرت عليها السنون والأعوام لتكون شاهدة على الكثير من الأحداث التاريخية الهامة التي مرت بها مصر في تاريخها الوسيط والحديث. كان منها الاحتلال الإنجليزي لمصر، والذي دام لأكثر من 70 عامًا، من عام 1882 حتى اتفاقية الجلاء في عام 1954. إنها قلعة قايتباي. تعد قلعة قايتباي من أهم الحصون الدفاعية على ساحل البحر الأبيض المتوسط. بناها السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي في الفترة ما بين 1477 حتى 1479 على أنقاض فنار الإسكندرية القديم بالطرف الشرقي لجزيرة فاروس، لتحصين مدينة الإسكندرية وحمايتها من الغزوات البحرية. بنيت القلعة من الحجر الجيري على مساحة تبلغ حوالي 1750 مترا مربعا، يلتف حولها سور خارجي يتخلله أبراجا دفاعية، بينما يحيط بفناء القلعة السور الداخلي الذي يضم مجموعة من الحجرات كانت بمثابة سكنات للجند. يؤدي مدخل القلعة إلى فناء يتصدر ضلعه الشمالي الغربي الرئيسي، وهو بمثابة قلعة كبيرة مربعة من 3 طوابق، بينما يشغل أركانها الأربعة أبراج نصف دائرية تنتهي من أعلى بشرفات بارزة للدفاع عن المدينة. كما يمكن أن نجد صهريجا بجوار البرج لإمداد الجنود والخيل بالمياه. نالت قلعة قايتباي اهتمام السلاطين والحكام على مر العصور التاريخية نظرا لموقعها الاستراتيجي، حيث شهدت القلعة العديد من أعمال التدعيم والتوسعات. ويعود سبب بناء القلعة إلى رغبة السلطان قايتباي في تحصين الثغور الشمالية لمصر وتحصين مدينة الإسكندرية من الاعتداءات الخارجية، خاصة بعد عدائه مع العثمانيين، والذين كانوا قد غيروا وجهة فتوحاتهم من أوروبا إلى الشرق وجنوب البحر المتوسط. تنقسم دولة المماليك في مصر إلى عصرين، وهما دولة المماليك البحرية ودولة المماليك البرجية أو المماليك ذوي الأصول الجركسية، والتي حكمت مصر 135 عامًا حتى سقوطها على يد العثمانيين بعد معركة الريدانية في عام 1517، وقتل طومان باي آخر سلاطينها على يد السلطان العثماني سليم الأول، ودخول مصر تحت الحكم العثماني. ويعد السلطان أو الملك الأشرف أبو النصر سيف الدين قايتباي المحمودي الظاهري مؤسس قلعة قايتباي واحدا من أعظم سلاطين دولة المماليك الجراكسة. حكم مصر طيلة 30 عاما بعد أن قضى على الفتن السياسية وسيطر على الأوضاع. كان سلطانا محاربا، أرسل ما يزيد عن 16 حملة عسكرية لتأمين حدود دولة المماليك في شمال الشام وجنوبي الأناضول، خاصة مع بداية عدائه مع العثمانيين. وكانت على الحدود الشمالية لدولة المماليك بعض الإمارات التركمانية، والتي كان بعضها مواليا للمماليك وبعضها مواليا للعثمانيين. عمل قايتباي جاهدا على تأمين حدود دولته من هجمات العثمانيين. كان بداية عدائه مع العثمانيين في عهد السلطان العثماني بايزيد الثاني، الذي حاول غزو الإمارات التركمانية الواقعة في جنوب الأناضول وغزو بلاد الشام التي كانت خاضعة لحكم المماليك. فأرسل قايتباي حملة عسكرية بقيادة الأتابك أزبك تصدت للعثمانيين واستطاعت هزيمتهم، ما أجبر بايزيد الثاني على طلب الصلح مع السلطان قايتباي، ثم عادت بعدها الدولتين لبعض العلاقات الودية. بنى السلطان قايتباي العديد من القلاع الحربية، أهمها قلعته بالإسكندرية وقلعته بمدينة رشيد بشمال مصر، وقد كان مهتما بتحصين الثغور المصرية، وقام بالقضاء على القرصنة البحرية بالبحر المتوسط. وكان هناك مشروعا مشتركا بينه وبين بايزيد الثاني سلطان العثمانيين بمحاولة إنقاذ دولة الأندلس من السقوط، لولا وقوع بعض الاضطرابات في الدولة العثمانية عطلت قيام هذا التحالف. واجه السلطان قايتباي العديد من المشاكل والتحديات طوال فترة حكمه داخل وخارج البلاد، وكان شخصية سياسية ومحاربا من الطراز الأول. عرف بحنكته السياسية التي حاول من خلالها حل المشكلات الداخلية والخارجية،
كما حاول إنقاذ غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس من السقوط. كان سلطانا معروفا بالعدل واحترام القضاء والشريعة. توفي بالقاهرة عام 1496 ميلاديا بعد أن ترك العديد من الآثار المعمارية في مصر والشام، كان من أشهرها قلعته بالإسكندرية. تعد قلعة قايتباي بالإسكندرية والتي استغرق بناءها عامين واحدة من أهم المعالم المصرية على شاطئ الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، وأحد معالم التراث المملوكي، شاهدة على فترة حكم أحد أقوى سلاطين دولة المماليك الجراكسة. كما كانت شاهدة أيضا على الأحداث التاريخية التي مرت بها مصر، لا تقف شامخة أمام أمواج البحر وأمواج الزمن. فضلا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.